كلنا عملنا كده قبل كده، رحنا لابهاتنا وامهاتنا هاتي 100 جنيه هات 100 جنيه عشان ابدا بيهم المشروع بتاعي اللي هيكسر الدنيا. تعرف بقى ان اللي انت كنت عملته ده من اهم مراحل البيزنس والمستثمرين بيسالوا عنه، لان في انواع كتيره جدا من التمويل للبيزنس، واللي انت عملته ده اولهم، واللي هو اسمه بوت سترابنج او رباط الجزمه. وهو التمويل الذاتي، هو انك تستخدم كل الفلوس اللي معاك عشان تقوم البيزنس بتاعك، بس هيجي لها وقت وتخلص، فتروح لتاني نوع من التمويل وهو ال3 اف، الفريندز والفاميلي والفولز، وانك تروح للناس اللي مصدقينك او اللي بيثقوا فيك عشان تاخد منهم فلوس عشان تبدا المشروع بتاعك. ثالث نوع هو الكراود فاندنج، وهي انك بتنشر فكره المشروع بتاعك على موقع زي كيك ستارتر، والناس اللي بتعجبهم فكره المشروع بتاعك بتساهم او بتتبرع بمبلغ صغير عشان تبدا، وده مش موجود في مصر. بعد كده لو عايز تروح تمويل ممكن تروح حاضنات او مسرعات اعمال، ودول بيدوك استشارات ورش عمل عشان تكبر البيزنس بتاعك، وممكن يدوك تمويل اولي في مصر مثلا زي فلات 6 لابس، او ممكن تاخد تمويل من انجل انفستور او مستثمر ملاك، ودول بيبقوا افراد مستثمرين معاهم خبره وفلوس وبيحاولوا يصدقوك وبيدوك فلوس مقابل نسبه من الشركه بتاعتك، زي مثلا المستثمرين اللي في شارك تانك. لو كبرت بقى قوي ممكن تروح لحاجه اسمها الفي سي او الفينشر كابيتال او الراس المال المخاطر، ودي تبقى صناديق استثماريه ضخمه بتستثمر في الشركات الكبيره والشركات اللي بتنمو بسرعه، وبتستثمر بمبالغ ضخمه وحصه كبيره من الشركه. بعد كده لو عايز تمويل اكتر بتعمل جولات استثماريه، ولو كبرت بقى قوي وكسرت الدنيا ممكن يجي لك فلوس عن طريق ان انت بتبيع الاسهم بتاعتك بعد ما بتعمل طرح في البورصه. اهي دي بقى كل انواع التمويل في البيزنس. لو عايز تعرف مصطلحات ومعلومات اكتر عن الشركات والبيزنس مش تنسى الفيديو ده، ما تنساش تعمل لي فولو.